11 طفل صنعوا التاريخ. أول شخصية معانا هو الأرقم ابن أبي الأرقم، 16 سنة، أسلم وجعل بيته مقرأة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية لمدة 13 سنة متتابعة. الشخصية الثانية وهو طلحة ابن عبيد الله، 16 سنة، أعظم فدائي في الإسلام، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد على الموت، وحمى الرسول صلى الله عليه وسلم بجسده من الكفار. الشخصية الثالثة وهو الزبير بن العوام، كان عنده 15 سنة، وهو أول من سلل سيفه في الدفاع عن الإسلام، ومن أعظم فرسان العالم الإسلامي، ومن أكثر فرسان الدنيا بطولة وشجاعة ومهابة. الشخصية الرابعة وهو معاذ بن عمرو بن الجموح، 13 سنة، والشخصية الخامسة معوذ بن عفراء، 14 سنة، وهما الاثنين اشتركوا في قتل أبو جهل في غزوة بدر، وبهذه الحادثة انكسرت معنويات جيش الكفار، وكان ذلك أحد أهم أسباب النصر العظيم للمسلمين. الشخصية السادسة زيد بن ثابت، 13 سنة، وهو مترجم الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي ومتعدد اللغات والترجمة، وأول رئيس لمشروع جمع القرآن الكريم في التاريخ. الشخصية السابعة وهو محمد ابن القاسم، 17 سنة، فاتح بلاد السند والهند وقاصم جيوش الوثنيين اللي هم الهنود. الشخصية الثامنة سعد بن أبي وقاص، 17 سنة، قائد معركة القادسية الرهيبة التي غيرت التاريخ، وأول من رمي بسهم في سبيل الله. الشخصية التاسعة وهو أسامة بن زيد، 18 سنة، قاد جيش المسلمين لمواجهة أعظم جيوش العالم اللي هم مين بقى؟ اللي هم الروم. الشخصية العاشرة هارون الرشيد، وكان عنده 15 سنة، وهو أشهر الخلفاء العباسيين في العصر الذهبي الإسلامي، وفي سنة 15 كان قائدا للجيش العباسي الذي هزم جيوش العالم، وتولى الخلافة في سنة 20، يعني كان عنده 20 سنة. الشخصية الحداشر وهو السلطان محمد الفاتح، 14 سنة، تولى حكم الدولة العثمانية وكان عنده 14 سنة، وكان عنده 21 سنة، وأعد جيشا عظيما مكونا من أكثر من 250,000 جندي، فتح بيه إيه بقى؟ القسطنطينية. وبهذا نكون ختمنا ال11 طفل الذين غيروا التاريخ. لو عندك زيادة زدنا. ضيف وترحل انضم إلى عائلة القناة، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلك كل الشروحات القادمة.